جميل ونستفيد فيه ويستفيدوا المتابعين ويستفيدوا الجميع. جميل وطيب إن شاء الله. موضوع الترشيح هذا أبو تو جاي مال مجلس الشورى. نعم، ويشاركونا المتابعين في الرأي. انزين، أول شيء سمعت كلمة حقيقة أثرتني في قلبي: ربطوا الخير مع الدنيا، ربطوا الآخرة مع الدنيا. هتقول لي كيف؟ أنا خبرك. أنا أسألك كيف. رجل كان يستلم صدقات وأنه زكاة. جميل. من مجموعة اللي ماسكة الزكوات. ما بطري الولاية وين؟ هي عندنا، لكن ما طري المنطقة وين. هذا الرجل اختار السنة اللي مضت اختار عصام، ما اختار فيصل. باغي يرشح عصام، وبالفعل رشح عصام، ما رشح فيصل. السنة بوجات هذه توه مستوى، فيقول جيت على الصدقة مالي أو الزكاة مالي، يعني قطعوا لي إياها. يعني ضار إن يعطوا زكاة كل سنة. جميل. السنة ذي قطعوها، السنة الماضية إنه اختار شخص ثاني. إنه مو قطعوها، أنت ما تستحق. حال مو لأن غضينا في القلب، لأن أنت اخترت رشحت واحد ثاني، الآن أنت مقطوع من الصدقة. يعني ما رشح اللي هم باغينه، ما رشح اللي باغنه. سبحان الله من الناس. يا ناس، يا مترشحين، ويا قابضين الصدقات، ويا قابضين الزكوات، لا تخلطوا الدنيا مع الآخرة، لا تخلطوا الحابل مع النابل. إنسان فقير يحصل زكاة تقطعوها بسبب إنه ما رشحكم، هين عند الله بتروحوا. كذاك الدنيا حلوة، كذاك ذا الكرسي غاوي، كذاك تحبوها الدنيا، مو الترشيح. حسب يقولوا لي سعادة. فأناشد كل مواطن شريف، كل مواطن شريف، والله لا فلوس تدوم ولا الدنيا تدوم. صوتك كما قالوا مو أمانة، والله لا تعطي من لا يستحق صوتك. صوتك حفظه، يوم ما باغي لا تعطي حد البر، ولا تخجل من حد، ولا تخاف من حد. وأما النفوس الضعيفة اللي يعطونا فلوس نحن نرشح، مو تسووا باب الفلوس يعطيك 5 ريال 10 ريال 20 ريال 50 ريال. هذا الزمان تو روح اللول وانت تطلع ب100 ريال، يعني ال50 ريال انت بعت صوتك وامانتك. تعرف مو يقول بعدين المترشح، يقول ذا مو ذيلا يرتشيوا بيتكلم عليك، تو بيعطيك فلوس، باكر بيتكلم عليك بيقول ذيلا مال فلوس، كلاب عقولهم عظام، فتاة يجيوا يركضوا وراك يحركوا اذنابها. لا تخلي نفسك وتنزل نفسك لنفس دنيئة لعسن واحد. كيف فزت؟ قال والله فزت، عطيتهم 10 وفزت. يعني أنا رخصت نفسي لإنسان إنه يتكلم علي إني أنا أنباع؟ حاشا لله إني ما أنباع، ما ب5 ريال ولا ب10 ريال. كرامتي ونفسي غالية، وصوتي غالي، وصوتي أمانة أعطيها للإنسان اللي يستحق. ما خجل ولا أخاف، لا أخجل ولا أخاف. صوتي ما أعطي، مو بيسوي يقص لك رقبتك وانتم وحدكم تقولوا ما منهم فايدة ذيلا مال مجلس الشورى. يوم التصويت يجيوك دوك 5 دوك 10، تعال أبني لك بيت، أسوي لك شارع، في الآخر ماشي شيء. فإذا ما دام أنت عارف كل هذا، ليش تعطي صوتك إنسان ما مستحق؟ أعطي صوتك جايته الشورى، أعطي صوتك من إنسان مستحق، وأنت عارف إن باكر لو دقيت بابه بيجي يوقف معاك. لا تعطي صوتك لإنسان أنا والله أحترم فلان. لا تدخل العواطف. آخر كلمة، صوتك أمانة. وثاني شيء، كل من المترشحين بو يعرف نفسه إنه ما كفو وما جدير، لا يتقدم في ذا المنصب. ترى لكم من بيسة تحصلها، ولا المسمى بو باغنه السعادة. ترشح لا تشوف اسم السعادة ولا تشوف الفلوس، شوف نفسك، هل أنت جدير بهذا؟ هل أنت تقدر تلبي طلبات هذا المواطنين؟ أما هذا بو جالسين تتضاربوا عليه، هذا لا دايم حالك ولا حال غيرك. كما أنت بتجلس فيه وبتقوم، بيجي غيرك وبيجلس فيه. هذا مو يسميه كرسي، مو حلاق عند الله بتحاسب. هذا ما بينفعك. خلي بالك وانتبه على نفسك، هذه ما ضرابة وتضحكوا على الناس. كون جدير بالشيء. باي باي.